هي شائعه شائعات واحده اللي إيه؟ لا، طلعها لا، لا، عمرو لا. عبد العزيز. لا مفيش دخان من غير نار يا استاذ عمرو. بالعكس لا، لا. بالعكس. استاذ عمرو عبد العزيز مين قال لك انها كانت اشاعه؟ ممثل صديق. مين قال لك انها كانت اشاعه؟ وطلع اشاعه او هو ذكر معلومه. هنقول المعلومه ولا لا إيه؟ طبعا ما ينفعش. لا ما ينفعش نقول انه كان خاطب ناديه الجندي. ايوه كان ايوه ده حقيقي. اهم حاجه بعد الطلاق ايه او الانفصال؟ ما تخلي ملفظك كويس يعني، نسمي كده ونطلع الحلقه كده بسم الله الرحمن الرحيم ما على فكره بنسمي بنعمل بعد انت حضرتك سعادتك بتعمل لي فيها دور المخرج وتيجي في المونتاج تروح قاصص كل اللي احنا ابتديناه ده وقلناه وبتروح بادي على طول. بيبقى هاري. يبقى هاري. خلاص يبقى نتكلم بقى على طول، نخش في الموضوع على طول. اتفضل. دلوقتي احنا لما بيحصل انفصال وبيحصل طلاق او حاجات زي لا قدر الله. لا قدر الله. تمام. ايه اكتر حاجه يعني بتضايق الواحد لما يبقى منفصل؟ ان تقعد طليقته او اللي كان مصاحبها تقول عليه حيوان 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 كده. ده عادي جدا على فكره، مش مشكله. عادي جدا تقال عليك حيوان، عادي جدا مش مشكله. الولاد مثلا بيبقوا صعبانين عليك او بتاع وكده. طبعا طبعا. ده برضو الولاد عادي جدا جدا برضو بتشوفهم وفي رؤيه وفي بتاع والحاجات دي وبتخلص بتقضى يعني. امال ايه بقى يعني؟ ففي مثلا نفقه او الفلوس اللي انت بتدفعها وبتاع فلوس كتير. ده فلوس كتير. فلوس كتير بعد الانفصال يعني. قرار الانفصال ده بيبقى قرار صعب. فعشان تاخد فعلا لازم يبقى عندك الجراءه ان انت تعمله وتستحمل تبعاته. اكتر حاجه بتتعب بعد الانفصال هي الوحده، ان انت تبقى وحيد. ما عشان كده احنا عايزين نطبطب على آلام ونلمس مشاعرهم. بالظبط. ايه اكتر حاجه ممكن تطبطب على آلامك وتلمس مشاعرك؟ الفلوس. لا والله العظيم الفلوس دي بتطبطب، الفلوس دي بتوديك في حته تانية خالص. احنا عايزين حاجه ممكن تطبطب على مشاعر الواحد بعد ما يكون منفصل او بتاع. فتلاقي دايما الست اي بت. لا خالص بالعكس. انت لو دخلت في علاقه بعد علاقه ايه؟ بقول لك اي بت كوتشينه يعني. بت حيوان اليف. بت يخرب. شفت انت نيتك راحت فين؟ لا اشتغلتني يا ابني. ايوه انا يا ابني بتكلم. ايوه بت اسمها بت مش بت. اسمها بت. اي بت اللي هو تجيب كلب تجيب قطه. تلاقي دايما اي حد بينفصل او قاعد لوحده او حتى لو ما اتجوزش خالص مثلا هتلاقيه دايما لازم يجيب كلب او قطه او حاجه حيوان اليف. هو ده فعلا اللي بيطبطب على مشاعرك وهو صح. فانت ايه رايك في الحكايه دي؟ انا يعني هل انت ممكن يعني لا قدر الله يعني مش يعني انت مثلا لو انت لوحدك؟ بص يا باشا، احنا من غير حاجه انا كنت معقد جدا من الكلاب اصلا يا راجل. جدا. كنت اتعضيت وانا في ابتدائي. العضه اللي انا عارف العضه دي فين. انا عارفها. وفي ممكن نوريها للمشاهدين. ايه يا عم في ايه؟ ما عنديش اي اصابات في جسمي غير في ايدي هذه العضه اللي عضها لي الاسرائيلي الحقير. قال لي في ايه ايدك يا عم؟ دي. كنت بشاور له يا عم. ايوه انت ايه؟ لا عضك ازاي ساعتها؟ لو راجل بقى يقول العضه التانيه فين؟ كنت في بيت جدي في البلد في كفر الشيخ. وبيت كبير كده. وفي كلب حراسه. اوكي. فداخل الكلب يعني مش كلب بلدي؟ لا ده كلب حراسه. كلب حراسه داخل البيت واحنا اللي بناكله ونشربه كل حاجه اصلا. وواحد صاحبي جاي لي البيت فهو بيهوهو على صاحبي، فانا بقول له امشي خش جوه. عملت فيها دكر. لقيت ايدي هنا يعني لقيت شايف كوعي. ايوه انا بقيت شايف كوع بس. ايوه في جزء كبير كده كنت صغنن بقى جوه بقه اصلا. ونتمرمغ بقى انا وهو على الارض كده وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده بقى. وجي جدي بقى راح ضربه بالعصايه وطلع يجري وبتاع. من ساعتها انت اتعقدت؟ من ساعتها اتعقدت بقى. وحصلت لي مصيبه تانية في ثالثه اعدادي في نفس الحته. اصل انا فاكر ان في عضه عمرو بس انت مش عايز تقولها. دي ارمه. انا فاكر ان في عضه ارمه من الكلاب الارمنت. ايوه كنت بنلعب كوره في الشارع. وبعدين انا اول مره اقول لك انت اصلا الحكايه دي اصلا واحنا 25 سنه اصحاب يعني. كوره في الشارع. في ثالثه اعدادي كنت انا متعقد من الكلاب. بقى لي 3 سنين بمشي من الشارع التاني اللي فيه كلب. اصلا وبنلعب كوره وانا ظهري واقف كده جون واللعيبه كلها بتلعب قصادي خلاص. وهي فجاه لقيت العيال كلها جريت وانت واقف مش عارف تعمل وانا واقف لوحدي مش عارف هم في ايه. وانت برضه كانوا بيوقفوك جون. غريبه قوي الحاجه. احنا كلنا وقفنا ليه ما كناش بنلعب؟ اوكي ماشي. ما حدش كان بيطبطب على انت شوف انت كنت قاعد من الكلاب. انا اللي عقدني من الكوره ان انا كنت دايما يوقفوني جون ما يخلونيش العب. لا ما هي دي ميكس بقى. فانا واقف حضرتك
واقف جون واللعيبه كلها المفروض انها بتلعب، فجاه لقيتهم كلهم بيجروا في اتجاه واحد قدامي كده. ايوه جريوا وسابوا الملعب ومحدش لمح، محدش قال لي اي حاجه. خلاص. فانا حضرتك بلف وشي اشوف بيجروا من ايه كده. فلقيت في 4 كلاب طولي جايين جري من غير صوت كده. خلاص. ايوه. وفيهم واحد حضرتك راح واقف حاطط ايده على كتافي. اوكي. كده لقد اصبحت رسميا لورد رامي. تمام. انا في جاب كده حصلت في الزمن وفي حياتك كلها وفي حياتي لغايه دلوقتي. في جاب حصلت كده. ايوه. وبعدين سامع صوت من بعيد بيقول يا ابني. اوكي. يا ابني. ما سمعتش كويس الصوت بتقول مثلا لا حول ولا قوه لا خالص. الواد راح. فانا ايه واقف كده شويه. خلاص. وبعدين سامع الصوت من بلكونه فوق كده. فلقيت واحده ست كده. فبتقول لي يا ابني انت واقف كده ليه؟ فقلت لها عشان الكلب. قالت لي مشي من ربع ساعه. يا نهار اقسم بالله. انت فضلت واقف. انا واقف مع خيالك انت مع خيالك. عينيا مفتحه ومش شايف. واقف على طولي ربع ساعه. اوكي. الكلام مشي والست تنزل لي في ميه وتقرا لي قران. انا حصل معايا نفس الموقف ده برضو وبالظبط كده. والست نادت من فوق يا ابني. بصيت قالت النبي هات لي اللي وقع مني. جبنا حاجه صغننه كده. ما ده اللي انا استغربت اللي انت عندك كلب في البيت. خلاص بقى جبناه صغير وهو صوته عالي قوي. هو صوت بس امريكان اسكيمو ده مسدس صوت. انا مسميه مسدس صوت. اوكي. وهو في حد بيهد علينا الاستوديو. ايوه تقريبا ده كلب. اوكي. فربنا يستر. وتعاملك معاه ايه بقى؟ انت ازاي اصلا كسرت الحته دي؟ كسرتها بقى كده ان انا قلت لا هو هيجي صغير. وانا بقى ايه انشف عليه وبتاع وكده والكلام ده العين الحمراء. وفي نفس الوقت ابقى حنين عليه وانا اللي يبقى محتاج لي. ايوه. في الاكل في كسر عينه في الحمام. كسر عينه انا اللي بخرجه يعني. ايوه. حاجات من غير تعمل على روحك. خد بالك. فما يقدرش يعضك ولا اصل الصغيرين دول على فكره برضه عليهم عضه مش ظريفه يعني. طبعا سم. فبقى لميت نفسي كده معاه من الاول وبقيت في نفس الوقت ادلع واشد شويه ومش عارف ايه والكلام ده كله. عمل حسابي بقى خلاص. انا عندي برضه 4 مدموزيلات في البيت. يعني برضه هم من النوع اللي هو يعني مش صغير قوي يعني وسط كده. ان باباهم كان سويس شيبرد كلب كبير جدا ابيض كده واتجوز كلبه صغننه جريفون صغيره كده. هم دول ولاد الكبير اللي كان هم اتجوزوا مع بعض. ما تعرفش ازاي. لا ايه ده. طب ما كان عندك 3 سنين ما كانوش بيتجوزوا. لا ما قعدوا 3 سنين مستني. لا وحاططها في دماغه 3 سنين واخد بالك لغايه لما جت اللحظه المناسبه. ما عرفش ظبطوها مع بعض ازاي. طلعت له بقى قعدت له على كرسي هو مش عارف ايه. المهم حصل اللي حصل ولقيناها فجأة حامل ولقيناها جابت بعد 3 سنين. بعد 3 سنين جابوا ميكس غريب جدا. جابوا واحدة فيهم شبه باباها جدا اللي هو كلب زي الجيرمان شيبرد كده بس ابيض خالص. بس هي بقى صغيرة يعني ميني شيبرد ما بتكبرش. والتانيين شبه مامتهم جامبو مالتيز جريفون كبار كده. جريفون يا انا مش فاهم قوي. انا بعتبره كله لولو. هو بقول لك كل الكلب ده كلب وولف والكلب ده لولو. فاهم انت ده الكل ثقافتنا ويلف. الكلب الويلف. فده اللي كان بس مالين عليها حياتي طبعا دلوقتي. والبلدي بقى احلى واحلى بكتير يعني. انا برضو بستغرب الناس اللي هو يعني انا ببقى مقدر والله الناس اللي هي متضايقه من الدوشه بتاعت الكلاب خايفه انه في كلاب كتير وعيال صغيره. بس والله الكلاب ما بتخوفش يا جماعه. انت عمرك شفت كلب بيخوف؟ شفت في عالم الحيوان. لا سيبك. ناشونال جيوغرافيك. لا الكلاب ما بتخوفش. الكلاب ما بتخوفش يا عم. الانسان اللي بيخوف. بص انا هوريك نموذج. ماشي. نموذج تمام. وشوف اذا كنت هتخاف ولا لا. ماشي. لانه فعلا الموضوع ما يخوفش تماما. ده انت اللي عندك العرس اللي عندك دي لما بيتخانقوا مع بعض انا بطلع اجري. ايوه بيتخانقوا مع بعض لكن هم شفتهم بيعملوا حاجه. الكلاب ما بتخوفش صدق. انا هعمل لك يعني دلوقتي حالا دليل اثبت لك انه الكلاب ما بتخوفش. مفيش اي حاجه. يا حسام يا فارس. اهو حسام فارس صديقنا جاي معاه جريزلي اهو. ده يخوف. ده يخوف.
هاتوا هنا يا حسام، هاتوا هنا، طلعوا على الكرسي ده كده يوري نفسه للناس. ده يخوف. انا راضي ذمتك اهو، ده يخوف. ده ممكن عمر ان قاعد جنبك طول الوقت ما تخافش منه خالص. جريزلي ايوه انت صاحبه، هو يعرف ان انا صاحبك. قرب يا حسام، هو يعرف ان انا صاحبك. تعال بس كده بس. طب قول له ان انا صاحبك. الناس دي اصحابك، هو عارف. لا هو محترم. خليه يطلع هنا النبي على الترابيزه كده. جريزلي اطلع هنا. اسمه ايه؟ جريزلي. يعني ايه؟ اسم دب جريزلي. في دب اسمه الدب الجريزلي، دب امريكاني كده. حبيب عمور. انت جايب لي دب. ده جريزلي، ده بطل مصر، ده في البريسا كاناريو. في البريد بتاعه، النوع بتاعه اسمه بريسا كاناريو. اسمه بريسا كاناريو. بريسا كاناريو. بريسا كاناريو. ده النوع ده اللي هو لا خالص، هو محترم. هو بيستغرب ريحتنا. لا هو فاهم ان انا طول ما انا موجود في مكان هو الراجل المحترم، مش هيعمل اي مشاكل خالص. لو انت بقى ريحتك مش حلوه هم خليك موجود. انت ايوه هيفك من الليش طبعا خلاص كده عشان يقعد خلاص بقى، خلاص كده بقى قاعد براحته. مفيش اي مشاكل خالص، بس بلاش. انت من غير خبط ده ديله بس بيخبط في الترابيزه، هو اللي بيعمل الصوت ده. ده مش الجيران على فكره. انت بتثبتني وتقول لي انا جايب معايا اللولو اصغر مش كلب، عارف اصغر ايه، كلب وقاعد عندي. تقول لي الكلب اللي ده انا عندي ولاده، ده وهمني انا عمال اوصف له طبعا الارنب اللي عندي ده. أيوة. فقال لي انا جايب نتايه وممكن نشوف الحاجات والبتاع مش عارف ايه، وساعتها بيكلمني عن ان النتايه مش ذكر وعلى انه حاجه. حبيبي ده اصغر حاجه عند الفنان حسام فارس. والمصحف الكلب اللي عندي ده دماغه اكبر منه. لا هو ده دماغه اكبر مني انا شخصيا. ده في السن. لا تربيه الكلاب دي اصلها يعني فن واساس وبتاع. موضوع كبير. الراجل ده مربي فاضل. ايوه مربي فاضل. ايوه واخد بالك. ايه يا حسام، انت بجد الاختفاء اللي بتختفيه ده في الغيه الجميله دي. انا من زمان يا صديقي. انت بالك قد ايه يا حسام في القصه دي؟ لا مربي منذ نعومه اظافري فعلا. منذ الهولو. منذ نشأة الهولو ده دي حاجه ما يعرفهاش ناس كتير. عمرو عبد العزيز. ما يعرفش عمرو عبد العزيز هو اللي عارف سواد الحلل اللي عنده في البيت. لا سببها ايه؟ اوكي. اول ده اسم الهولو ده اول حد اطلقه عمرو القاضي واحنا طلبه في المعهد. لا يا راجل. والله. طب ايه اساس هولو دي؟ لا بص، هي اساسها انا كنت لاسع شويتين وانا صغير. وانت صغير مش دلوقتي. مش دلوقتي مع الموتوسيكلات والحاجات والحركات اللي بتعملها انت مش لاسع. فلما كنت اركب خيل واخد مثلا الدفعه بتاعتي احمد صفوت وعمرو القاضي وكل الاصدقاء ونطلع نركب خيل، فلما كنت اركب الحصان ونيجي يلا نطير يلا بينا، فتلاقي الهولو يلا هولو، فتلاقي الحصان راح. طب والنبي بس ما تعملش الهولو ده كده والكلب موجود، عشان الهسه دي ممكن تخليه هو هتلاقيه تحول. يهلهلنا. لا هو كويس والله، كويس، هو محترم وفاهم ان احنا بنصور. وحياة امك يا حسام. لا هو وبعدين بص النوعيه دي كمان فيها ميزه. أيوة. اللي هي قبل ما هيهجم عليك ويشرحك هتلاقيه بيعمل طب ما تعملش الصوت ده يا عم، بوس ايدك. للاسف بيهجم على طول. ابن جزمه بيهجم على طول، ما بيقولش. عامة انا عايزك تبقى قاعد مستريح يا عم، مش عايزك تبقى قلقان. اطمن صدقني مفيش اي حاجه. انا بس كل الحكايه حاول بس انت ترفع رجلك على الارض شويه. كنت تبقى قاعد رافع رجلك على الارض. ازاي ارفع الاثنين ازاي؟ اتصرف يعني لانه لا تقلق. احنا دلوقتي ابتدينا ان احنا بنقول انه ساعه الطلاق او الانفصال او الاحساس الواحد بالوحده على طول بيروح مربي كلب او مربي قطه او بتاع، فبيبتدي حب الحيوان بيجي عندنا من هنا يعني. لا بيبقى فيه ظروف عائليه مش ظريفه. ملهاش علاقه انت ده الخيل والكلاب بتتولد في دمك. لا والله. والله العظيم بتتولد بتحب الخيل والكلاب. بقى الموتوسيكلات في حاجات كده معينه بتبقى انت مولود بتحبها غصب عنك، ما تعرفش ايه الاسباب. فانا حتى حاولت كذا مره ما ربيش كلاب، وقلت مش فاضي وبيعطلوني عن السفر. ولو في تصوير ما بياخدوش حقهم في الرعايه واكل وشرب بس. وتربيه الكلب مش اكل وشرب، انت مش مربي خروف. ده الكلب بالذات محتاج ان انت هو اسمه انيمال دو كومباني. لازم تفهم بقى الحته يعني دي. لازم تفهم الحته دي اللي هو بيشتغل في الكومبانيه يعني. لا حيوان شغل كومبانيه النور مثلا يعني حيوان بيحب تامر مختلف. حيوان بيحب الالفه وبيحب ان انت تكون دايما اكومبانينج هيم، يعني دايما انت موجود معاه مصطحبا له. الله ترجموا لي وحياتك ابوك ترجموا. في كلاب ما تسيبونيش كده. انت بترفع رجلك يا حسام؟ لا انا قاعد بس والله عشان احنا براحته والله. لا انا بحسب هيبتدي انسان ان هو موجود. جريزلي تعالى هنا. جريزلي تعالى هنا.
انا في دايما مقوله ده بيضرب بديله يا عم. يا عم والله ما لا اللي انت بتعمله رياكشن ده غلط. خليك قاعد خالص، ما تعملش اي رياكشنات. تعمل كده تلاقي راح طالع حاضن يعني فيك، ما نقعد نفك. لا انا نفكه منك تبقى مفيش ودن عمرو، مفيش مناخير عمرو. لذاذه والله ما لذاذه. لا ما تعملش في مستقبل. ما تعملش الحاجات دي خالص. خليك قاعد عادي جدا. ما تحاولش تعمل اي رد فعل عادي بغلاسه يعني. انا مفيش قلقان منك. انا مش هاممني خالص ولا تفرق حاجة. كل ما تنكره كل ما هو يبقى بس هو أليف الراجل معاك كويس، يعني. متقلقش خالص. فهو فعلا موضوع اللي انت لازم عشان تربي حيوان ده لازم تبقى انت فايق له. يعني مثلا لسه كنت بقول لراني مراتي، بقول لها عايزين نقضي يومين يعني في اسماعيليه، كان عندي مهرجان ونقضي يومين 3 بعدها ولا حاجه. قالت لي ازاي؟ والافواه اللي عايزين ناكلها دي مش اكل بس والله. لا ده انه كمان غير الكلاب كمان يا باشا. ده المزرعه كملت عندهم برضه. في قطط وفي بتاع. اجيب لك قطط نسناس جوه. اجيب لك نسناس والله العظيم قالت لي ده اللي ناقص. والله لا ايه المشكله؟ انا كنت بفكر في لطيف معزه جدا. انا كنت بفكر لا في معزه يا راجل، معزه صغننه والله العظيم دي بتهزر. عسل والله العظيم بتبقى جميله جدا. هات قرد مكاك. قرد ممكن مكاك. مكاك. لطيف مكاك وذكي. حسام انت طبيعي. هلو انا دايما اقول يا ابني ان الواحد انت يا ابني بتوحشنا. والله العظيم. انتوا اكتر. فيعني فهمنا كده انت بتروح فين. لا انا موجود يعني. انا اقول لك على يا جماعه احنا اصحاب قوي وساكنين في مكان واحد ما بنشوفوش. لا موجود. بص انا لو عندي تصوير طبعا بدي الشغل بتاعي حقه جدا. مفيش تصوير انا ما بعرفش اللي هو ابقى متواجد وخلاص. يعني انت متواجد وخلاص يعني ايه؟ افضل بقى سهران وقاعد في مكان. لا لازم احنا مش بتوع سهر. انا فاهم. لا اصل هو في ناس لا في ناس بتيجي تلومك في ده، فاهم؟ يعني في ناس وولادك يعني. انا ولادي بيلوموني يا بابي انت مقصر في ايه يا حبايبي؟ انا بعمل شغلي، انا اتربيت. هو انت كمان برضو بقى بيتقال لك يا معلم لازم تظهر ولازم بتاع ومش عارف ايه وتسوشيالايز يا باشا. انا قابلت منتج فني صاحبنا قال لي، لقيته بيتقال له من البيت نفس الكلام اللي هو تقريبا في نفس الشغلانه بتاعتنا. اشرف صقر صاحبنا. اشرف كنا في عزا قريب انا وهو. اشرف صديقي من زمان جدا. فبتكلم بقول له، قال لي ايه ده انت بتتكلم كأن ولادي اللي بيتكلموا. ده بيقولوا لي نفس الكلام اللي هو لازم تظهر ولازم تبقى موجود في يا جماعه. ما هو انا اتعودت او انا اتربيت ان انا الشغلي هو اللي بيجيب الشغل. لا ده زمان ده. ده زمان احنا اتربينا. احنا طلعنا مش متربيين. احنا طلعنا مش متربيين اصلا. احنا متربيين تربيه صعبه يا ريس. لا دلوقتي انت اللي بيجيب الشغل ان انت تكون متواجد وسهران كتير مع الناس والناس بتشوفك ومتصاحب على ناس كتير. ما هو للاسف ده مش صح يا تامر. هو يعني بص هو لا يصح الا الصحيح. واحنا يعني لما انا بتكلم بالطريقه دي بحس ان انا بتكلم في وي غلط عن الناس بتفكر فيه دلوقتي. بالظبط. يعني انا اتربيت يعني. اول ما طلعت انا اشتغلت وانا طالب في معهد فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج. اول مسلسل عملته كان اسمه العائله والناس، اخراج استاذ محمد فاضل. محمد فاضل تمام. ده اول مسلسل عمله في حياتي. فتعلمت يعني اقف قدام كاميرا. اتعلمت يعني انت لما تبقى جاي حافظ شغلك وعارف يعني ايه كاميرا. المسلسل كان ضد الارهاب وقصه وبتاع وقالب الدنيا. كنت وقتها بتعمل حاجات هادفه جدا. كان كل سنه بتعمل مسلسلين 3 ديني. حتى لو مسلسل واحد ديني بيتكلم عن حد من الصحابه، بيتكلم عن حد من العلماء. حسام بيعمل مسلسل ديني كان عامل اكيد كان عامل يوليوس قيصر يا باشا. انا لا عملت سيف الدين قطز في مسلسل اسمه على باب مصر. اهو مملوك برضه. لا اي مملوك يلا يعني ده مملوك فعلا. مملوك. بس عملنا شغل الحمد لله كويس جدا. اما عملت دور الملك فاروق في ملكه في المنفى ده خدت فيه جوائز كتير قوي والناس اتكلمت عنه كويس قوي. وابتدت عمرو عبد العزيز اتكلم عنه كويس قوي. والله يا عمرو عبد العزيز الملكه في المنفى كان مع مين يا حسام؟ مع مين يا حسام بالظبط. ويمكن ما ينفعش احنا يبقى معانا حسام فارس يعني. معلش هنيجي بعيد عن الكلاب شويه وما نتكلمش عن الشائعات. مفيش شائعات. هي شائعه واحده اللي طلعها عمرو عبد العزيز. لا هي شائعه. لا مفيش دخان من غير نار. لا مفيش دخان من غير نار يا استاذ عمرو. بالعكس استاذ عمرو عبد العزيز. مين قال لك انها كانت اشاعه؟ ممثل صديق. مين قال لك انها كانت اشاعه؟ وطلع اشاعه او هو ذكر معلومه. هنقول المعلومه ولا لا طبعا ما ينفعش. لا ما ينفعش نقول كان خاطب ناديه الجندي. كان لا طبعا ما ينفعش. المعلومه دي وصلت لنا كلنا في الوسط الفني. يا ابني ده اقول لك على حاجه. ده قاعد يهزر في الموضوع ده كتير جدا عشان عملنا مسلسلين مع بعض. كان ملكه في المنفى ومسلسل كان اسمه اسرار ورا بعض. تمام. فلقيت الكوافير بيعمل شعري وبتاع ولقيته واحنا بنصور قال لي استاذ حسام اسال حضرتك سؤال. قلت له اتفضل يا حبيبي. ومش صاحبي ما اعرفوش يعني اول مره اشوفه. قال لي عايز اسال حضرتك سؤال. فهو حضرتك فعلا خاطب استاذه ناديه الجندي؟ هي خطيبتك؟ قلت له عمرو عبد العزيز اتصل بيك صح؟ راح الواد جاري وراه ماسكه
لقيت عمرو معاه التليفون قال له انت طب معاك الواد مين؟ ذنبه ايه؟ لا طب الواد ما فيش ينفعش طن، كده يا راجل. فيش طن. في ستار اسمه عمرو عبد العزيز هو لا بس لا بس, عمرو. بس ما فكرتش جديا دلوقتي في الموضوع، لانه يعني استاذه ناديه الجندي تحياتنا ليها جدا بصراحه، بقت طبعا. يعني قمر يعني كانت قمر بتصغر. طبعاً. خطيبتي يا ودلوقتي جماعه بقت قمر جدا جدا. بغير ما بحبش الهزار خالص، لو أرجوكوا سمحت بلاش ما بحبش الهزار في الحاجات دي لو سمحت. يعني لو انفصلتوا احنا موجودين لا يعني. اسف اسف لا العشق الممنوع. في شائعات بجد طلعت عليك؟ لا يا راجل. قالوا ان انت مثلا، لا غير دي، غير دي. هل ان انت مثلا قالوا ان انت لا هو انا بص اقول لك موضوع الشائعات والجو ده، ما يمكن انا عشان بعيد انا بظهر بس في شغلي. طب انت ما بتظهرش مهرجانات ليه؟ لو جالي انفيتيشن لمهرجان حاجه محترمه انا بروح طبعا. تمام. فما فيش انفيتيشن مش هروح عشان الحاجات العجيبه اللي حصلت. أيوة. اكيد انتوا تابعتوها اكيد. ما هو ما فيش احتماليه 1% انا ان احنا بجد والله نروح العظيم صعبوا عليا، اللي هو يا جماعه ايه ده؟ لقيت صحفي بيتضرب، ولقيت لا وفي ممثل زميلي ولقيت اتطرد. ممثل اتطرد وحد أيوة. اتزق وحد ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا جماعه؟ طبعا. ايوه يا جماعه لا 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 مش للدرجه دي، مش حلو. ما فيش اشاعه طلعت عليك ان انت اخو الفنان تامر فرج؟ لا ناس كتير والله سالوني، ناس سالوني اصل انتوا شبه يا باشا. انا قالوا علينا ان احنا اخوات. بص هي اول حاجه اخوك ساكن معاك، قلت شافوا وائل مثلا عندي في البيت ولا بتاع، بس لما قال لك عنده كلاب لا وائل عدو كده الكلاب. ما بنتكلمش مع وائل بقى، احنا جنب وائل بيخاف من الكلاب. وائل ما بيحبش بس رب كلب فتره كده، بس هو شبهك قوي يا تامر، يعني انتوا اخوات مش توأم بس انتوا شبه بعض قوي. هو اميده بينهم 9 سنين. 8 سنين. لا يا راجل. والله بينا 8 سنين والله. ده شبهك قوي. تامر اكبر ب8 سنين. يعني انا ما اتعاملتش معاه بس خلاص قلت ان احنا بينا 8 سنين، لازم تقول ان انا هو الأكبر. كسر وائل 50 دلوقتي. يا بابا بتتكلم في ايه؟ 62. وائل 50 عيب عليك. طب خلاص الله تمام. بتتكلم في ايه؟ قال وائل 50 كام سنه يا فندم؟ لا وائل اصغر مني طبعا. ما هو 50 يبقى اصغر منك. لا مش فاهم يا تامر. في ايه انت على فكره مش احنا باشاعات بقى، مش احنا بنطلع اشاعات بقى. الاستاذ سامر 62 لا كان عيد يا ميلاده ابن 62. اللذينه يا ابن اللذينه 62. طب ده مش عيب على فكره. تامر 62 يا ابي هجرية. يا ابي انت تامر استاذنا يا ابي انت استاذنا. تامر فرج 62 استاذ تامر هجريه. فرج يا استاذ. 62 تامر فرج. انت على فكره على انا تاريخ ميلادي موجود على الفيسبوك كله موجود، كله كده. لا عارفه انا مواليد 75. كداب قوي. يعني انا 49 وشويه 72 سنه وكداب قوي. ولا الفيسبوك كاتب انه شوجر دادي. بص أيوة. لا شوجر دادي ملهاش علاقه. ايوه شوجر دادي دي ملهاش علاقه. يعني انا جريزلي تعالى هنا. استاذ حسام فارس وهو جريزلي روح هناك. يا اختي طب نرجع ما تاكلش المايك يا جريزلي ما تاكلش المايك. ارجوك المايك ده وما تاكلش تامر عايزينه راكور. في مقوله كده في دماغي، او يعني في ناس كتير بتقول لك ايه، ان انت لو عايز تعرف اذا كنت كراجل هتعرف تتجوز واحده ست ولا لا، ربي قطط عشان تعرف تفهم نفسية الست. نفسية الست قريبة قوي من القطة. لو انت ست عايزة تعرفي اذا كنت هتتجوزي راجل ولا لا، ربي كلب وشوفي، لان نفسية الكلاب شبه جدا دي نظرية قليلة الادب. لا والله العظيم. وسفلة. معلش خلينا منطقيين وناس متعلمين. معلش ايه لو عايزة تتجوزي ربي كلب؟ ايوه طبعا. ايوه طبعا. ترجم لنا طبعا. اولا القطة تمام، انت لا يمكن تعرف احوالها هي عايزة ايه او في ايه او بتعرف اللي هو مالك، مفيش. جرب كده دي قطه برج الجوزاء عادي، هتلاقي القطط كلها كده اهو تمام ماشيه بدماغها. انت فاكر ان انت اللي مربيها هي بتاعتك، لكن في الحقيقه هي حاسه انه هي اللي مربياك. تمام. فدي تماما العقليه بتاعت المراه مع البتاع. بص بقى خش على الكلب. الكلب واضح جدا وعايز معلومه واحده تديها له. ست اجري كاتش فاهم؟ احنا كده هي معلومه واحده. احنا مين؟ نتكلم عن نفسك كرجاله. ايوه احنا كرجاله مش مالتي تاكس. احنا بتاع ست تاكسي مالتي تاسك واي تاكس مالتي تاسك. احنا مش مالتي تاسك. احنا مش مالتي تاسك، احنا تاسك واحد. تديله دراي فود ياكل دراي فود. هتديله وهتديله. هو مين ده بيديله دراي فود؟ ينبسط جدا. الكلب يا جماعه الكلب ده جارح قوي يا ابني. بنتكلم على الكلب دلوقتي. ما تخلطش بقى في الموضوع. الراجل الكلب الراجل نفس الحكايه، هتديه هتبقى هو محتاج ان انت بس تريحه. حاجاته البسيطه جدا، مش محتاج حاجات كتير. واخد بالك؟ مش محتاج تفاصيل كتيره. هو عنده اكله هتخرجه الساعه كذا يعمل بيبي. واخد بالك؟ والموضوع بسيط جدا. ده الكلب ده يعني بص
جرب كده يعني اي تصدق ان انا واحد. ممكن اروح البيت دلوقتي وانا بضرب بالجرس اروح رافع رجلي على الحيطه وعامل كده على الباب. لا بس جرب ان انت تبقى قاعد مع مراتك مثلا. فافتكرك صح. جرب انت تبقى قاعد مع مراتك كده، لا بقول لك لا انا لما اتنرفز ما بتنرفزش عادي. ايوه. لا ما تعملش كده، بص ايدك ما تعملش كده. ما تخافش. جرب كده مثلا ان انت قاعد مع مراتك وقول لها ما تيجي نلعب شويه وبتاع، وعينك فيها اغراء كده وبتاع. جرب بقى لما تروح ماسكه لك كوره وتروح رميها لك كده واطلع اجري وراها، شوف هتبقى انت مبسوط ازاي، والعلاقه بينك وبين مراتك هتبقى عامله ازاي. والله انا عمري ما اتمنى اشوف المشهد ده بصراحه، ولا الالد اعدائي، لا والله. لان حتى ما بعاديش غير رجاله. طب انت من واقع تربيتك للكلاب مش حسيت فعلا ان هم قريبين مننا جدا؟ بعيد عن الهزار والله هو الكلب واضح جدا بجد جدا. بيحبك بدون اي مقابل، يعني هو بيحبك واحنا كده بيحبك بدون اي مقابل. الرجاله بتحب انت بتاكله وبتشربه وصاحبه وبتسافر معاه يعني اقول لك على حاجه، بحب جدا اسافر بالكلب بتاعي. طبعا انا مبسوط جدا. انت يعني ممكن ما تسافرش مع مراتك وعيالك لكن تسافر مع الكلب. لا لازم يسافروا طبعا، لازم يسافروا عشان هم اللي بيجيبوا لي الدراي فود، انت فاهم. لا بس فعلا بتبقى متعه ان انت تسافر مع الكلب بتاعك. طبعا. تعالى جرب يبقى الكلب بتاعك طب ليه يا الجريمون حسام، اللي عندك ده. ليه يا حسام انت ما فكرتش؟ انت حسام طبعا عنده كميه حاجات محترمه مدربه، ويعني ده بطل عايزين نشرح لنا ده ده. شامبيون اهو، واخد ميداليه ما شفتهاش في حياتك. شامبيون في ايجيبت. واخد ميداليه ما شفتهاش في حياتك. لا. واخدها من الاف سي اي، يعني الاف سي اي دي اصلا منظمه عالميه. أيوة. ومعاه فول بيديجري، معاه ورق كامل اسم الاب والام والجد والجده وجد الجد، يعني سلاله كامله زي الخيل، زي الخيل بالظبط. فول بيديجري ليها شهاده النسب عند الخيل العربي. يعني انا في حد صاحبي اسمه اسامه سمير عنده مزرعه، فهو عنده ببغان زنجباري معلقه فوق القعده بتاعته. اسامه هو بنضاره وليه طريقه كلام كده وبتاع، اما اتصل بيه في التليفون ايه يا فنان، عامل ايه يا فنان، وحشني، تعالى. رحت رايح له بنلعب طاوله شيش بيش ما اعرفش، قال لي لعيب يا فنان يلا بينا، وبنلعب وفجاه لقيت لك البغبغان فوق ايه يا فنان اقسم بالله بنفس تون صوته بالظبط. حلوه دي. والله العب يا فنان. ايه ده يا عم، ده بقى فاهم ان احنا بنلعب طاوله ولا ايه؟ حسام طبعا عنده كميه حاجات محترمه مدربه، ويعني ده بطل عايزين نشرح لنا ده. شامبيون اهو، واخد ميداليه ما شفتهاش في حياتك. شامبيون في ايجيبت. واخد ميداليه ما شفتهاش في حياتك. واخدها من الاف سي اي، يعني الاف سي اي دي اصلا منظمه عالميه. ومعاه فول بيديجري، معاه ورق كامل اسم الاب والام والجد والجده وجد الجد، يعني سلاله كامله زي الخيل، زي الخيل بالظبط. فول بيديجري ليها شهاده النسب عند الخيل العربي، وليه مواصفات شكل جسم وشكل دماغ وموفمنت وحركه، وديله لازم يبقى بشكل معين وهو بيعرض قدام الحكم. لازم الحكم يشوفه هو ماشي عشان يشوف عظمه سليم ولا لا، سنانه سليمه ولا لا، كلب ينفع ينتج سلاله ولا لا. لان هو لو الكلب فيه مشاكل صحيه تورث بياخد اكس ويطلع بره الرينج، الكلب ده ما ينفعش تبريد منه، ما ينفعش تنتج منه. ايوه ما ينفعش، بس حد يلزمك تعمل كده يعني؟ طبعا الكلب حب يتجوز، لا هجوزه بس كلابه ما تتسجلش. بقى. يعني ايه شهاده النسب؟ يعني جريزلي ابوه كونان بطل عالم، وامه مورينا، بتلاقي الاسم ده كونان، مورينا باسم كل واحد باسم مزرعته، ابو كونان فلان وفلانه، الجد الفلان وفلانه. ايوه ده برنس متسجل فين؟ ده ليهم فيسبوك يعني؟ لا متسجل. عندهم حاجه اسمها الاف سي اي اللي هي الوكاله بتاعتها هنا في مصر، اي كي اف اللي ماسكها معتز ابراهيم وهدود. بص طالما 3 حروف كده زي ما انت مثلا تخيل زي المدارس الاجنبي كده، اي وسي بقى مش عارف. ايوه لا بص هو حتى البيديجري بتاعه اللي هي شهاده النسب بتاعته مختومه باف سي اي، ختم الاف سي اي زيه زي اللي بيجيب من بره. يعني انا لما اجي اجيب مثلا كلب بريسا كاناريو زي ده، بتفرج مين عنده ابطال عالم. بريسا كاناريو ده النوع. يعني او في بريسا حاجه تانية، في ناس بتسمي البريسا كاناريو دول بتقول عليه دوجو كاناريو. دوجو كاناريو فاهم ازاي؟ فالموضوع الكلاب ده بتبقى انت معاك فول بيديجري للاب، لازم تجوزه لفيميل فول بيديجري علشان يطلع الانتاج بتاعهم فول بيديجري. ابن جريزلي وجوهره يطلع ارمي، ابن جريزلي وجوهره اللي هو جده ارمي ومورينا، الاب ديفل وافريكا مثلا. فبتلاقي لا بس انت شكلك بتقول اسامي حقيقيه. ايوه دي اسامي حقيقيه، دي اسامي حقيقيه بتاعت السلاله بتاعته فعلا. هوريك البيديجري بتاعه بتاع ولاده. والميزه بقى اللي انا عملتها في البريسا كاناريو الحمد لله في مصر، ان انا لما جوزت جريزلي لجوهره طلع عندي الحمد لله ارمي واماندا وارو واتلانتا والزيرا، دول ما شاء الله اكبر خدوا بطولات في مصر. يعني ما دخلوا في هو ليه كلهم بحرف الايه في الاول؟ لان ده لتر ايه، ما اي اول خلفه تطلع عندي باسم مزرعتي
ليتر ايه، التانية بي سي دي كده. ده عرف يعني. لازم تسمي كل الليتر كله باسم الايه، ليتر ايه. فتبقى كل الناس اللي في المسابقه بتاعتكم دي عارفه ان ده اول انتاج للمزرعه. عشان الحرف. هو بص اللي بيحصل زي بالظبط ان انت رحت قدمت مثلا لمراتك واخد بالك ويقول لك هروح نسال عليك، فاهم؟ مش هم سالوا عليك. هو نفس الحاجه. بيشوفوا البيديجري. بيشوفوا البيديجري بتاعك بس بشكل مختلف. بتاعنا. تخيل هو نفسه، تخيل ان ده يعني بيتعامل احسن منك انت، واخد بالك؟ يعني ده بيجي له اكل احلى من البريك اللي بيجي لك. انا بقول لك انا في ثانيه تخيلت انه عنده فيسبوك والله. لا بيبقى لا، ما هو ليهم ورق يعني. انت الورق ده انت بتعرف بتدخل على البيديجري داتابيز، بتدخل على اسم ابو جريزلي اللي هو كونان، شكل ايه كونان ابو جريزلي، بتدخل على البيديجري باسمه. هذه المعلومات مستحيل تتزور. لا تزور ايه، ما هو اقول لك على حاجه، كل كلب ليه مايكروشيب قد الرزايه كده تحت الجلد في رقبته. في حاجه اسمها مايكروشيب ريدر، الحكم بيدخل وهو قدامه يبص في البيديجري بتاعه السيريال نمبر اللي هو البيديجري اللي في البيديجري بتاعه، السيريال نمبر اللي هو المايكروشيب. دي مايكروشيب الكترونيك. مزروعه تحت الجلد. ايوه حقنه زي الحقنه كده، حاجه اصغر من الرزايه وهو صغير بتتاخد تك خلاص. ده رقم الشاسيه بتاع العربيه. زي مثلا لو قلنا زي الرقم القومي بتاعك انت كده. انت معاك رقم قومي بس بدل ما هو في بطاقه كده هنروح ملفين البطاقه عاملينها كده راشقينها في رقبتك كده بالظبط. وفي بقى الريدر بيقرا الرقم ده. ما ينفعش كلب بياخد البيديجري بتاعه يتحط البيديجري تاني لان خلاص ده مزروع فيه المايكروشيب. يعني احنا ممكن نزور في بطاقتك انت كبني ادم واخد بالك، وما نعرفش نزور في بتاع جريزلي. اوعى بتاع جريزلي. لا جريزلي مقيل شويه. مقيل شويه. قعد لفتين. لا قال لك انا خايل بني ادمين دول قوي، بدل ما اقرم حد ونكد على اللي جابوهم. ايوه خلاص اقعد شويه بقى على ما يخلصوا هاري. هل الكلاب نمت شخصيتك؟ لا نمتها في ايه؟ انا نفس الكائن. نفس الكائن. السؤال ده ايوه ما تقول له اين ترعرعت سيدتي بالمره. لا يعني ايه السؤال ده؟ لا اصل يعني الواحد انا ما كنتش مثلا بربي كلاب، بس حاسس لما بقيت اربي كلاب وقطط. طب انت احساسك ايه لما كلب عندك خلفت وانت كنت قاعد مع اولادها وبترضعهم وشفتهم بينزلوا في الكيس بتاعهم قصه بنت لذينه؟ لا احساس تبقى لابس جلافز وتقص الحبل السوري بتعمل فيها دكتور. ولو حاجه نازله نفسها مش مظبوط تبتدي تنشف لها وشها وتعمل لها كده عشان قلبها يشتغل، وقصه صعبه جدا. ايوه بس متعه. ممكن تبوسهم من بقه كمان لو عارف تعمل لهم اللي هو التنفس الصناعي. لا بتسحب لو في حاجه يعني مش عارف تنفس. هو تامر بينفخ. انا بستخدمه في الحاجات دي. لا بيبقى احساس جميل، تحس انت بقيت تامر انت بتنفخ من الناحيه الثانيه. بس والله بجد بتحس انت بقيت راقي كده، بتحس انت بقيت حنين. أيوة. بتحس بحاجات لان الاحاسيس انت بتقول عليها انت تشوف يعني انت متخيل هذا الهرقل هذا العتل المنظر ده داخل عليك كده ومش عارف ايه يقول لك شفت الكلبه وهي لسه بتولد بقى رقه. ده ابو الرومانسيه. انا انسان اللي انت ما تعرفش انسان جدا. ده كانش حد يعرف يكلمه، ده برنس ده. لا يسترك اتفرج اسمع اسمع وتعلم التاريخ. اسمع التاريخ ودي بقى ل 50 سنه جدا. لا هو من ده حسام من تانية معهد. وهو كان مختلف، الكاركتر مختلف كده، مش شبه حد في المعهد ومش شبه حد حتى في الوسط والكلام ده كله. فكان والتلفزيون كان بيعمل حاجات بقى في الجون. بيعمل حاجات بتتباع بره بملايين الملايين. والله بس ما كانش بياخد حاجه من الملايين يعني. ما فيش الكلام ده. انت غالي يا غالي يا طيب. يا غالي يا طيب. لا يا راجل لا هي الشغلانه بقت عجيبه شويه بجد والله. فاحنا بنقول يعني اللي يعرف يعمل حاجه بجد والله يا عمرو، دي من الحاجات اللي انت دايما اطلع اتكلم فيها، والمفروض ان انت ما تتكلمش فيها، ان انت لازم عندك بلان بي. اي حد في الشغلانه دي يبقى عنده حاجه. لا ما نتكلمش فيها ليه؟ ما نتكلم. ده مهم جدا والله حبيبي. احنا دي قعده اصحاب. ما انا بكلمك احنا زمان كنا بنعمل ايه دايما يعني تسمع يقول لك عبد الفتاح القصري مات فقير وهو كان نجم النجوم. اسماعيل ياسين كان نجم النجوم مات فقير. فهي الشغلانه اسماعيل ياسين رجع اشتغل مونولوجيست في النايت كلابس تاني. ففي حاجات انت بتسمعها بنلاقي نفسنا اللي هو انت دلوقتي بتتفرج على حد كان شغال كويس جدا، ما كانش بيقعد ما بيشوفش ولاده اساسا. يا عيني بقى له مثلا 5 6 7 8 سنين ما اشتغلش خالص. فانت في الشغلانه وفاهم اللي هو ايه ده. طب الراجل ده لو ما عندوش غير الشغلانه دي هيصرف منين وهو متعود يرجع وهو متعود استنى يركب عربيه كويسه
وباين قدام الناس ان هو الراجل النجم. انت ها لا ايه انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ايه انت ده بتعيط ليه؟ افهمكم مش حاجه مستاهله يعني بقى. انا افهمكم يا جماعه. يا عم لا طبطب عليه. احنا عاملين البودكاست ده عشان كده لا طبطب فلازم على لازم الناس. يبقى أيوة. في بلان بي علشان نعرف نشتغل عشان نعرف نعيش نعيش نعيش. تبقى كويسه سعاده أيوة، البيت. نعيش الحمد طب لله. ما عمركش مره مثلا انت ايه الشغل شح معاك شويه والدنيا كانت مش ظريفه وبصيت لجريزلي كده وهو بياكل الدراي فود بتاعه؟ عمري ما ابص له في اكله. يا بختك. عمري ما ابص له في اكله ولا في حريمه. وبعدين مستحيل ولا في حريمه. مستحيل ما اقدرش. وتقولش يا بختك ما مش عارف اقدرش. إيه بتاع. جريزلي ما اقدرش اقول له كده. ده صاحبي. تعالى جريزلي انا. لا. جريزلي تعالى عشان بيتكلموا عنه. عندك مشاكل عندك مشاكل ايه يا جريزلي؟ عايز تقول ايه؟ اسامه انا شفت عندك مره صوره بس هو مش جريزلي، حد اكبر متهيألي كان في حد. بوتشي ده الكوكيجن. صح لا كان بوتشي. الكوكيجن. ده حاجه ده كان تقريبا وهو قاعد في ارتفاع سقف العربيه. ده بوتشي ده كان كلب بريسا كاناريو هيوج جدا، كان ضخم بشكل اوفر. يعني نفس السلاله دي. لا بس مش قد ده. لا ما التاني كان اوفر سايز، يعني ده كان لو دخل يا جماعه ده الله اكبر، ده قد النمر، ده التاني بقى قد الفيل. يعني التاني كان ما شاء الله عليه يعني. بس مشيت بوتشي اديته لحد صاحبي لان انا بقى كنت بعزه جدا. كنت بتعز صاحبك ولا بتعز بوتشي؟ لا بعز بوتشي وصاحبي طبعا. أوكي. بس هو كلب ما شاء الله عليه طالع كان طالع حاجه محترمه قوي. بس وانتجت منه. كانوا بتوع ليبيا خدوا منه كتير قوي لانه كان ابن لذينه شكله مميز جدا. بس اللي بيفهم بقى في البيدي جراد زي الخيل العربي كده. انا هجيب حصان عربي يبقى لازم اجيب سلاله معروفه، ابن مين بجده مين لحد جده ال 16 انت عادي تعرف توصل له في البيدي جري داتابيز. بس هي المسابقات دي معروفه بره اكتر من مصر يعني. لا مين اللي قال كده؟ لا اي حد غاوي كلاب عمرو وعنده كلاب بورق يعني اللي هو البيدي جري، يعني في ناس بتستورد كلاب من بره من قلب زي الجيرمان شيبرد والروتوايلر الحاجات دي كلها قديمه احنا عارفينها. انما الانواع لا البريسا مش كتير في مصر. بالظبط. البريسا مش كتير في مصر. البريسا كاناريو مش اي حد يعرفه. ولما حد بيجي يبقى عايز يربي بريسا كاناريو بيدخل على وبعدين دلوقتي الموضوع بقى سهل قوي. اي حد معاه موبايل عايز يسال على اي معلومه بيدخل يظهر هي بس الفكره ان هو الحاجات دي موجوده منتشره بس هي في الكوميونتي بتاعتها يعني. لا هو كمان لا البريسا كاناريو مش كتير في مصر. هو اول حد ربى البريسا كاناريو في مصر هنا الفنان عباس ابو الحسن كان اول حد جاب البريد. ده بيعشق البريسا كاناريو. المؤسسين البريسا ده اللي معلم عليك في المنطقه في السوق ده. لا ده انا سمعت ان ده اللي مقعدك انت وكلابك في نتكلم استاذ محمد ابو الحسن يا جماعه، ندخله معانا مداخله شغل عباس ابو الحسن. ايوه ابو الحسن الله يرحمه استاذ عباس ابو الحسن نتكلم. بيغير على كلابه قوي. لا يا باشا انا الحمد لله ده شامبيون في ايجيبت، ده احسن كلب في مصر. ولاده احسن كلاب في مصر. بريسا كاناريو دلوقتي الميداليه بانت يا جماعه، الميداليه بانت. هو يا باشا هي يا باشا السلام اهي. البسها انت هي دي المسابقه دي اول. انت عارف ان هي بتاعتك؟ عارف ان هي بتاعته. عارف ان هي بتاعتك؟ ايه يا جماعه انتوا لو شفتوا بقه من هنا ده هو عايز يعني ايه؟ هو قد دماغك انت كلها يا عم. ما شاء الله. فهو خد الميداليه دي، واخد كذا ميداليه يعني. يعني اصل هي بتبقى رنجات. رنج للميل اللي هو الذكور اللي موجودين في مصر. فخد اول في الذكور في مصر في الرنج بتاعه. بعدين الفيميل رنج بتاع الفيميل بنته خدت احسن فيميل في مصر، وابنه خد احسن جونيور في مصر هو وبنته جونيور. بعدين طبقوا مع بعض ما شاء الله ابنه كسب، خد BOB اللي هو بيست اوف بريد. يعني تصعدوا مع بعض. خلاص الاوائل من كل رنج بيطلعوا قدام بعض. ابنه كسبه. ابنه كسبه بقى بيست اوف بريد، يعني احسن واحد في النوع بتاعه. وده بطل مصر. وهو فرح له ولا نفس لا ما بيركزش في ده. انا اللي فرحت. انا اللي فرحت ليه؟ لان ده جريزلي. معلش بس ابنه برضه يعني العين ما تعلاش على الحاجه. لا بس اقول لك على حاجه. جريزلي قول لي يا باشا اللي انت عايزه. جريزلي انا اللي يفرحني ان جريزلي مش انتاجي. جريزلي انا جاي من رومانيا، انتاج رومانيا. ابنه انتاج انا بقى يعني. بس انت اللي ربيته. طبعا. واللي كسب بقى من البدايه معاك ده انتاجك. انتاجه هو بقى. ابنه انتاجي اللي هو ارمي ما شاء الله، واخد بيستن شو في 5 شوهات مختلفه يعني من بعض، وبيستن شو في الFCI.
بنتي مره قعدتني بالعافيه قالت لي اعمل تيك توك معايا، قلت لها يا ستي، قالت لي اعمل تيك، قلت لها بيتعمل ازاي، وريني بيتعمل ازاي. لا وعملت واحد انت مع قبل كده مع عمرو ده 2، ده عمرو كل ما يشوفني ده عامل مليون 2 أو 3 عامل مليون فيوز. لا كتير هو بقى اللي بيفهم في الحاجات دي. انا يعمل ده ونزله، قلت له تعيش انت يا حاج ولا افهم والله العظيم. معلش عايزين نشرح بس اللي حصل. اللي حصل انه جريزلي ريح بس في الترابيزه، ديله على الترابيزه كلها، فالترابيزه انهارت بالمايكات بكل حاجه كده، فتمام. فده لا طبعا، ما تضايقوش فده الباشا، ما تضايقش يا ما شاء الله يا ما شاء الله. مش انت بتعمل كده فعلا، تروح قاعد مع كلابك منفصل خالص عن البيت؟ ايوه انا بعمل ده. انا بعمل كده. النوم خلاص خلصت متطلباتكم، خدتوا الاي تي ام اللي انتوا عايزينه. ايوه احنا تحولنا الاي تي ام هتعمل بيه بالظبط، تحولنا الاي تي ام. ولو قلت بقى انا بعت كلب بقى ولا بتاع، خدت جايزه ولا بتاع، جايزه لا بتتروق. في بهدله. احنا عايزين نغير حياتنا بيه. انا بخش المكتب اقفل على نفسي برضو، قاعد مع الكلاب بتوعي وهم قاعدين بقى يتفرجوا على وقطتي. انا قاعد مع قطتي وكلابي. قطتي وكلابي. قطط هو انت ما عندكش قطط؟ لا ما بحبش القطط. لا انا قطط، انا بقعد مع قطط الكلاب بتوعي. طب انا عايز اقول لك على حاجه، انت بتحس بايه لما بتسمع عن اخبار الناس اللي بتاذي الكلاب والقطط والحاجات دي؟ لا بتضايق قوي بجد، الموضوع بجد. اصل اقول لك على حاجه، يعني حتى هي جت في الدين وفي الاسلام في اي ديانه نزلت، اي ديانه سماويه او اي كتاب سماوي طبعا الرفق بالحيوان. ده كائن ما اذكش، يعني هو الموضوع منطقي جدا. حيوان هيأذيني وهيأذي ولادي هأذيه، يعني هدافع عن بيتي. حيوان بني ادم اي حاجه اي حد يعني هيأذيك او هيأذي بيتك او هيأذي مصالحك، اوكي ديب جاي ياكل حاجتك او ياكل المواشي بتاعتك. انت عندك كلاب بتحمي الموضوع، لو ديب اذاك اقتله، حلال جدا. لو تعبان هيجي يقتلك، اوكي، لكن طالما هو في حاله انا اذيه ليه يا عم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بس ان هو امر بالرفق بالحيوان وبتاع وكلام كده في مسألة الكلب بالذات، والحمد لله انه اخيرا بقى في فتوى بان هو معاملة الحيوانات ديت. المرة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى شكر فيها أو يشكر فيها البني آدم في الحديث القدسي، لما بيتكلم عن الرجل الذي في فلاة في صحراء ولقى كلب يأكل الثرى من العطش ويلهث ومش عارف إيه، فنزل البير ملا خفه من الماء وسقى الكلب. فقال لك إيه؟ قال لك فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. المرة الوحيدة اللي بيقولك ربنا شكر البني آدم لما سقى كلب وعطف عليه، واخد بالك؟ فدي يعني أظن يعني حاجة فاصلة ما حدش يقدر يتكلم بعد كده في الموضوع ده. والهرة الراجل اللي دخل بيها الست احنا القرآن نفسه أصلا محلل لك إنك تاكل اللي الكلب بيروح يجيبه، الكلب بيروح يصيد، الكلاب اللي علمته اللي علمته الصيد مش كلب بس، اللي هو لو صقر او كلب او اي حيوان انت ما علمته من الجوارح مكلبين، يعني اللي بيصطاد بالكلابات بتاعته يعني. فهو الموضوع محلول بالفطره، بدليل ان اللي كان بيحمي زي ما انت بتحكي من شويه كده على اللي بيحمي المواشي اللي بيحمي الخرفان والمواشي هو الكلب. البني ادمين بقى اخبارهم ايه مع حسن؟ بتضايق من ايه؟ ما قافش من مين؟ انا لا خالص، انا عمري ما كنت جاذب من حد، مش كده خالص والله خالص. لا بالمطلق مش شخص. لا ايه اللي بيضايقك؟ لسه كنا بنحكي على لا البني ادمين الاغبياء، يعني اما بتلاقي مثلا حد، اكتر ناس بتضايق منهم اللي هم بوشين، بمعنى ان هو بيقابلك بوش ان هو صاحبك وحبيبك، ودول ما اكثرهم عندنا في الشغلانه. مثلا عمرو عبد العزيز مثلا عمرك لازم نردها له، لازم نرد له اي حاجه من جمايله ابننا ده. ما تتكلمش، عايزين اشتمنا. يلا شتم قال يا ابن الانسان. اهلا خدت بالك؟ يلا يا حبيبي يا مايكاتي. في موضوع الاشاعات ده برضو، غير طبعا الاشاعات اللي بتطلع على استاذ حسام العاطفيه، واخد بالك؟ في اشاعه برضو العاطفيه احنا عارفين مصدرها. لا في الفنان عمرو عبد العزيز، مش هنقول انه عمرو عبد العزيز، مش هنقول انه عمرو عبد العزيز طبعا، تمام. لكن في اشاعه طالعه انه هو غالي. ده الموضوع ده مش هزار، ده بجد جدا والله العظيم. ايه الموضوع ده؟ ليه بجد والله. مره قابلت صديق فقلت له يا ابني انتوا عامل موضوع الكاستنج دايركتور دلوقتي، انتوا بترشحوا الناس وبتاع، انتوا بترشحوا الناس صحابكم بس ولا انتوا بترشحوا الناس اللي تبقى مناسبه للدور الفلاني؟ قال لي والله يا استاذ حسام انا نفسي نشتغل مع بعض، بس انا سامع ان انت غالي وبتاع. قلت له انا غالي؟
يسمع من بقك ربنا. سمعت من مين يسمع والله. لا ده انا سمعتها من اكتر من حد. أيوة. هو لازم يبقى في حاجه تروح ملسوعه لك كده وانت مالكش اي علاقه بيها يا عيني. اللي هو غالي يا ابني، انا اسهل واحد في العالم لما الدور بيعجبني بمضي على طول. ويحطوا بقى ارقام يعني هل خزعبليه. عشان عينيك خضرا يا راجل فده مغلي سعرك؟ على اساس ان انت عليك حمراء. ايوه، والودان الزرقاء بتبقى اغلى. بيطلع عليها نفس الاشاعه برضه. والودان الحمد الزرقاء لله دي واضح انها بتطلع على الالوان. اه واللي ودانه زرقاء بتبقى اغلى شويه، واللي منقاره احمر ده اغلى. لاتينو فيشر. ايوه. لكن لاتينو فكره فيشر. ان انت تربي بني ادم او يعني تتبناه مش هينفع. يعني اعمل بيك ايه؟ هو انت نفسك هفك على أعمل بيك إيه؟ الدراي انا فود؟ عايز اي حد أعمل يربيني. اصل انت بيك متخيل إيه؟ الاعتناء اللي بيعتنوا بيه بالحيوانات. يعني انا ما حدش عمل معايا كده. على اساس ان انت ما عندكش 7 حيوانات في البيت. انا بحب اسمع صوت العصافير جدا. ودي كان مره مشكله بيني وبين مراتي كبيره جدا بسبب ان انا عندي سلاكه اللي هي اللي بتبقى اقفاص فوق بعض دي، عارفها؟ فيها 5 تجواز يعني 5 قصوص وبينتجوا بقى، والجو ده بحبهم قوي. حسام انت مجنون. لا والله يا راجل. والله. أنا بحب انت مش الحيوانات. طبيعي يا أنا حسام. بحب الحيوانات قوي. ما تحبهم يا حسام، بس في ايه المشكله؟ يعني انت ما تربي بغبغانات في البيت حاجه بتخليك 10 تبقى مبسوط. اربي 10 حبيبي اعمل دول في سلاكة. البلكونه، في البلكونه. واصواتهم جدا أنا ما بفهمش. وبتصحى على صوتهم. والجيران يا حبيبي، لا لا والجيران. لا مش مزعجين خالص. انا والمصحف بفهم. يعني انا ممكن افهم انت تربي الكلب والقطه وبتاع كلام كده في لعب وفي حركات وفي كلام في حاجات في نشاط. طب انت بيحصل. جرب تربي لكن بغبغان يا معلم، واذا ما أربيها- كنتش بتقعد في البيت معاه وتلاقيه بيقلد صوتك. يعني انا في حد صاحبي اسمه اسامه سمير عنده مزرعه في نزله السمان، مزرعه خيل وكلاب وبتاع، وهو غاوي مجنون حيوانات كده زينا برضه. فهو عنده بغبغان زنجباري معلقه فوق القعده بتاعته. اسامه هو بنضاره وليه طريقه كلام كده وبتاع. اما اتصل بيه في التليفون ايه يا فنان، عامل ايه يا فنان، بتلاقي وحشني البغبغان. تعالى. انا اتفاجئت ان انا هو يعني اتصلت بقالي سنين ما بقابلوش، فاتصلت بيه قلت اروح العب معاه 10 طاوله في المزرعه، كنت جنب نزله السمان فقلت اروح اقعد معاه وبتاع. ماشي. ايه يا اس انت موجود يا فنان، تعالى وحشني. رحت رايح له بنلعب طاوله شيش بيش ما اعرفش، قال لي لعيب يا فنان يلا بينا، وبنلعب وفجاه لقيت لك البغبغان فوق ايه يا فنان بنفس اقسم بالله بنفس تون صوته بالظبط. حلوه دي. والله العب يا فنان. ايه ده يا عم، ده بقى فاهم ان احنا بنلعب طاوله ولا ايه؟ حلوة دي. لا اشتغاله فظيعه. انت هتبقى حابب ان يبقى عندك بغبغان بيتكلم. ده نقل الدماغ بنت لذينه يعني. والله مش عارف. نقل الدماغ. لا هو كده ابتدى بقى اللي هو يلا بينا. نخلي حسام يمشي الاول بعد كده احنا، صح؟ ما ينفعش نمشي أو- احنا كلنا. هنمشي مع بعض في عربيه واحده. مش هينفع في إيه؟ نروح سوا. في عربيه واحده. مين ياخد باله من انا اقعد في الشنطه. امشي. حبيبي سلام عليكم. نورتنا والله. يلا جلست. نورتنا. شفت؟ هتوحشنا يا حسام. باي باي يا حبيبي. محمد رسول الله.